سِبت بيتي ومشيت أنا وولادي، نفسيتنا تعبانة أوي يا جماعة. قعدت على البلاط هي وعيالها ورجعت لبيتها القديم وخيرت جمهورها باللي عملته وما كانتش قادرة تطبخ من السفر. قررت تروق على الشقة وجابت عفش من أول وجديد. هيام محمود بتحير جمهورها ليه رجعت لبيتها القديم وليه قعدت على البلاط هي وعيالها، وهل بعد ما رجعت هتعمل مطبخ جديد، وازاي فرشت شقتها وخلتها على سنجة 10. كواليس كتير هنعرفها مع بعض في الفيديو ده. رجعت لأيام الزمن الجميل وشقة جوزها اللي بتفكرها بأهلها وأصحاب حتتهم، وده بعد ما نقلوا وراحوا زايد وعملت مطبخ أحلامها هناك وأبدعت فيه وعملت أشكال وألوان. يا ترى هيام محمود رجعت الشقة القديمة ليه؟ هيام فاجئت متابعينها بانها رجعت لبيتها القديم علشان تاخد اجازه الويك اند بتاعتها وبتاعه عيالها، وقالت انها بتعمل وبتقضي اجازات نص السنه ببيتهم القديم اللي عايشوا فيه سنين طويله. وهنا حيرت جمهورها وافتكروها انها انفصلت عن جوزها، لانها قالت دي الشقه اللي كان جوزها قاعد فيها ايام ما كان في بينهم ازمات ومشاكل، ووقتها الازمات والمشاكل دي كانت هتوصل للانفصال، فجه وقعد فيها وعمل ذكريات، وده فكرها بايام زمان وحياتهم مع بعض. وعيالها كانوا فرحانين لان بيتهم القديم عندهم اصحاب واهالي وبيحبوا يقضوا الاجازه فيه. واول ما دخلت الشقه لقت انها على البلاطه واتفاجئت وما كانتش متوقعه كده خالص. هيام حاولت تدور على بطاطين وسجاجيد من كتر ما الدنيا كانت ساقعه قوي عليهم. راحت قامت وروقت على الشقه وفرشتها ولا كانها عروسه جديده. كمان فرشت مطبخها على سنه 10، ما هو برضو الاساس للشيف هيام اللي وصفاتها قلبت السوشيال ميديا واختراعاتها اللي كل يوم شكل ولون، ولازم تحط التاتش بتاعها اللي بيودي الاكل في حته ثانيه. وفي الاخر طلعت هيام بتقضي الويك اند مع عيالها مش اكتر، ومفيش اي مشاكل بينها وبين جوزها. واللي ما تعرفوش عن هيام محمود فهي شيف بتعشق الاكل والوصفات، وكل يوم بتعمل اكله جديده وبتخترع اكلات من الاخر، وبتحب تجيب فيديوهات واكلات الاجانب اللي بتبقى ترند. هيام قدرت تحقق في وقت قصير ملايين المشاهدات في وقت قصير جدا، والزهر لعب معاها وغيرت شقتها وعملت مطبخ احلامها على سنجة 10 وعملتها فرنجي وروقت على نفسها. بدات تنزل وصفات وتفريزات رمضان، واخرهم عصير الخروب اللي يا دوب تطلعوه قبل الفطار ويبقى عصير، وعملته بطشه وغليته كمان وحطت عليه ليمون عشان يبقى فيه ماده حافظه وما يحصلوش حاجه. هيام جت عليها فتره ما كانتش بتظهر خالص، وده لان مامتها رحلت وسابتها وهي ما كانتش قادره تعيش حياتها من غيرها، فبعدت عن الميديا خالص لحد ما بقت احسن ورجعت لمتابعينها وبتعمل لهم اكلات ووجبات كل يوم. عملت اطعام لمامتها وكانت لابسه اسود في اسود، وعملت اطعام لاكتر من 20 فرخه في وجبات اطعام على روحها، وعملت معاها رز وخضار، وعملت وجبات احلى من المطاعم والاكلات الجاهزه كمان. وعلشان تروق على متابعينها عملت لهم اكل من غير مواعين خالص، حرفيا بتتعمل في 5 دقايق وفي بطرمان، يعني ولا هتقفي بالساعات ولا تغسلي مواعين، وهتروقي على نفسك وعيالك في خطوه واحده بس. هتجيبي بطرمان وتحطي فيه رز وخضار وفراخ سلايز وعليهم شوربه وتسويهم على بخار الميه، وما اخدتش حرفيا وقت خالص في التسويه، وحاجه يعني اخر عظمه وروقان. ابهرت المتابعين بالوصفه دي وخلتهم كلهم يسالوا طبعا هو ممكن البطرمان يتكسر ولا لا. هي قالت مش هيحصل له اي حاجه خالص. يا ترى تفتكروا هيام محمود هتنقل وتسيب بيتها الجديد ولا ايه؟ شاركونا في التعليقات.